بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاسئين والخاسئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أهيئكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحديث يتوجه بتقوى الله العظيم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحبة بين الناس. أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله التقوى رأس كل أمور التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير على صدره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ليس من الجسم وليس من الصور وليس بجسيم الاسم جسم وليس بجميل الصور التقوى من الصدر وأصار إلى صدره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. وكما جاء في الحديث هذا تركتم فيكم أمرين ما إن التمستم به لن تضلوا بعدي أبدا. ما هذا الأمرين وما هذه الأمرين؟ كتاب الله وسنته. معنى كتاب الله هو القرآن وسنتي وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو الحديث الحديث الصحيح. وقال تعالى أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعلى المسلمين الكامل أن نعتصموا بحبل الله ولا نتفرقوا ولا يبقى بعضهم بعدا ولا يبقى بعضه أبدا بعضه بعد أبدا. وكما جاء في الحديث أيضا كلكم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي ولا أعظمي إلا بالتقوى إلا بتقوى الله العظيم. لا الفرق بين العرب ولا العجم إلا بتقوى. كنت عربا أو كنت عجما التقوى هو التفاضل. لا فضل بين العرب ولا العجم إلا بالتقوى وعلينا بتقوى الله العظيم. هذا الحديث يكون مختصر وأشكركم جزيل الشكر على الترحب على هذه التلفزيونات بالفيزون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.